وحشتني جدا فيديوهات تحضير الفطار معاكم، فتعالوا نحضر الفطار مع بعض. هنعمل مع بعض ألذ طريقة بالبيض. لو مليتوا من الطرق التقليدية لأكل البيض جربوا الطريقة دي، بجد لذيذة جدا جدا. يلا بينا. كل اللي احنا هنحتاجه بيضة واحدة بس. المقادير دي هتعمل مقدار 2 توست بيضة. نحتاج ربع كوباية من اللبن اللي هو الحليب، ربع كوباية بس. نحتاج رشة من القرفة والفانيلا، كمان رشة الفانيلا، وبالشوكة الميكس الحاجات دي كلها مع بعض. نقلب البيضة كويس بحيث ان كل حاجة تختلط كويس. وده شكل البيضة كده بعد ما كل حاجة امتزجت مع بعض. وبعدين بعد ما كل حاجة كده اختلطت مع بعض كويس هجيب توست. المقدار ده تقريبا هيعمل عدد 2. هحط كده في الخليط وبعدين هقلب التوست فيه بحيث ان التوست يشرب الخليط ده. اقول لكم الريحة بجد خطيرة، يعني حلوة جدا كأننا بنعمل كيك مثلا. شايفين كمان التوست بقى طري قوي، يعني بجد رهيب. طلع اول توست كده احطه في طبق، اجيب التوست التاني احطه برضو في الخليط. اتبقى شوية كده في الطبق هحطهم في توست كمان، يعني المقادير دي تعمل 3 توست مش 2. حرام نرمي اي حاجة. التوستية الاخيرة دي هلم بيها الباقي في الطبق. بعدين نيجي للتسوية في طاسة على النار، فيها معلقة بسيطة قوي بالسمنة او الزبدة. اهم حاجة اي حاجة نستخدمها تكون لبن طبيعي. هستخدم كده معلقة بسيطة بالسمنة، نسخنها كويس ونحط فيها التوست يتحمص، يعني حاجة بسيطة جدا، ياخد لون من كل جنب بس. وبعدين حطيت الطاسة كده على النار، وبعد ما السمنة ساح بدأت ان انا انزل التوست. هسيبه على نار هادية تقريبا 5 دقايق على كل جنب. اول ما ياخد اللون ده نقلبه على الوش التاني، وهو هيستوي بسرعة يعني ما نقلقش، مش هياخد وقت. قدمته كده مع فواكه، وكمان مهم جدا نرش عليه معلقة من العسل. العسل هيديله طعم جميل قوي. ونقدمه مع اي فاكهة نحبها، وممكن رشة كمان من اي مكسرات او رشة من القرفة. طعم البيض مش باين فيها ابدا، الناس اللي بتمل من طعم البيض او مش بتحبه. والقوام بتاعها فلافي قوي وطري جدا جدا، هيحبوها الاطفال قوي، وكمان لذيذة كتغيير في الفطار. وقدمت معاها قطع من المانجو. وده كده شكله بعد ما طلع من على النار، بجد شكله خطير جدا. قدمت معاه كده شوية من المانجو، قطع فاكهة. بجد القوام بتاعه حلو قوي، وكمان ريحته حلوة جدا. كده يلا ندوقه، هو بيبقى لذيذ جدا جدا، يعني قدموه كمان خصوصا للاطفال، بيبقى طعمه حلو قوي. شايفين القوام بتاعه طري، وريحته بجد شبه ريحة الكيك قوي يعني. يلا ندوق، بسم الله. طعمه لذيذ جدا. عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير وانجوي.